أمر يروح لجهنم، يروح يموت يعاش ذي القوم بني إسرائيل إذعاثن يرفدوا فريد من تغال تفغنيو فريد تيتيرثني، ولكن يروح راه يموت أنا في الصليب ويروح راه جهنم ولا. إذا ثلاثة نقرأ أنا قلت ولم ديجا ويتمشى فيها راه عيسى موسى عليه السلام. ثورة نروح التفاصيل النقاط. النقطة الرابعة، عيسى عليه السلام الولادينس كي تزرع في الولادينس، عيسى عليه السلام ساكن يماس وسال فافاس، موسى عليه السلام سال فافاس سا يماس، والذي في التفسير ورسل فافاس اسميس عمرو مو بوكايد يماس، العبارة هنا في التواتير لا ألفنا كيف. وأخذ عمرو مو بكا بدني عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى، يعني سبب السايمس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هذه الحياة نس إن ولا ففس عبد الله بن عبد المطلب يمس آمنة بنت وهب سبب السايمس. النقطة الخامسة، عيسى عليه السلام ولادته يولد المعجزة، خطر يمس تزويجها مريم عليه السلام ولادته معجزة. أما موسى عليه السلام ولادته طبيعية، والرسول صلى الله عليه وسلم ولادته طبيعية. إذا وش مشى بين موسى وتولي الكلام نتباكى. النقطة السابعة، عيسى عليه السلام يدعى 3 سنين اسمي ساعة 30 آمي 33 أي يدعو القوم رفضت القوم أخذش قالت ضربها اليهود رفضت ولا اليوم 6 سنة 12 يخدعيه ومقال يهوذا الأسخريوطي وقيل خلاصين سمليح مليح يخدعيه يتجاد تلقى روية النظام سبعة نقطة نعدها 7 وكتنو غانا وصل إن شاء الله بارك الله فيك. إذن عيسى رفضت القوميس ولد الخواصينس لي بلي أنتي مرورس رفضت ويروح عليك الني ومازال رفضت تفعلنا إلا قليل جدا. أما موسى حقيقة بنو إسرائيل فغني وفريد ولكن تغالد كل مرة أثبت الدوالي يعني تبعت الأمة شتي اللي تكشن سي مصر إلى غير ذلك أمة كبيرة اكتب عن موسى عليه السلام ولا يطبق عليهم الحدود ولا يوجد أحد يرفض دعوة موسى عليه السلام مثل الدعاء دون الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كان الأمة تتبع العرب بأسرها دخلت في الإسلام ولم يموت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شبه الجزيرة العربية كلها أسلمت. نجي وسط النقاط تلي لنا تستة فقلت 7 عيسى عليه السلام ويزوجها يقي مكن يروح هكا ويزوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم أقذ موسى زوجا موسى يزوج أقذ بنت الرجل الصالح الذي قيل أنه شعيب وقيل غير ذلك أقذ إليس. الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة الأولى وهي خديجة رضي الله تعالى عنها وأنجب ويسعد ذلك وموسى أنجب كذلك. نقطة 8 عيسى عليه السلام يعتبر نبيا فقط. شو المعنى نبي؟ يعني نبيا ورسولا يعني نقصد ولكن لم يكن لا ملك ولا حكيم ويخدم الدولة عيسى عليه السلام. وكونترير الرئيس نيكسان الدولة الرومان الوقت الني قيصر ينتمي إلى القياصرة الروم إلا يقارس اعطي مالي لله وما لقيصر donne à Dieu ce qui revient à Dieu et donne à César ce qui revient à César. المعنى سنكيني ماشي رئيس ذاك نكيني ساكن السلطة الروحية أو نهضر في العبادات كذا. أما غادي يرد الحكيم رئيس الدولة أخبار الدولة فلا ولذلك حقيقة يخدم الدولة. أفاش تلقي مباشرة من يروح عيسى عليه السلام يعدى ربما أقل من 70 سنة هدم بيت المقدس هدمت كما رأينا في السيرة لو تتذكر
بعض السنوات أخذ يخدم الدولة وكان يعني إذن هو نبيا ورسولا وفقط، لا ملك ولا حاكم. موسى عليه السلام العلماء قارن نبيا ورسولا وملك، يطبق أحكام الله وشريعته، يطبق الأحكام الله عز وجل في الأرض، من بينها الوصايا العشر، أن الزاني يجلد ويرجم والمحصن يرجم إلى غير ذلك. الوصايا إلى ذي الحاكم الذي قال كان ملكا ونبيا ورسولا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان نبيا ورسولا ورئيسا وحاكما، ورفض فقط يرفض فقط الملك، خاطرني إلا يسمو قرن شوية يبغى تواضع، قال كيني ماشي الملك تواضعا، وإلا يسعى السلطان الملك أين دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خدمت وقيل الحاكم رئيس أقام دولة في المدينة المنورة، نبيا ورسولا وحاكما ورئيسا. النقطة في 6 ساعات، عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة، ودي بيانا الشريعة، الشريعة نهضرش بكني في الناس، الأحكام، الحلال الحرام القوانين العقوبات كذا، ودي بارع عيسى عليه السلام يبدا تصل الأخلاق، يرند الأخلاق تص في شريعة موسى عليه السلام، لم يأتي بشريعة جديدة. ودنسدي نذكيون العبارة في إنجيل متى أرغور السجل لو العبارة يقول ورسن تنبي إن يسن لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة يوكنا أكسر شريعة موسى، بل لأكمل يوكنا الكمل كان شان الأمور كيف هذا ما كان أفين شكل ندي قيم فقط 3 سنوات. أما موسى عليه السلام لسيك ليفرنينس عرفوا لما زالت في التوراة قال أن القانون شريعة لي لوا دو مويز، لي لوا يبود شريعة تجدد، يبود القوانين، يبود الأحكام الشرعية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم الدين الإسلامي قناس عقيدة وشريعة، يبود الشريعة الجديدة، الرسول يبود الأحكام الشرعية في جميع الميادين. إذا موسى يبود شريعة، محمد صلى الله عليه وسلم يبود شريعة، عيسى ودبر شريعة، قناس بعض أخلاقيات. في 19 أنا بضغط تقريبا النقاط الأخيرة، أن عيسى عليه السلام ذهابه وفاته مات على الصليب كما قيل، أم يتقارن كما يزعمون بلي يموت في الصليب في لاكارولا. موسى عليه السلام يموت موتة طبيعية كما جاء في التوراة، فمات في أرض مؤاب، في أرض مؤاب فدفن هناك، مات موت عادية. الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة أتفضل مات موتة عادية وطبيعية. الدفن عيسى عليه السلام صعد إلى السماء، نكون نسمن أنه صعد ولم يصلب، ترى في لاكروا يولي مباشرة، بل شبه له وما صلبوه وما قتلوه، ولكن يولي ريحني. النصارى قال يولي ريحني، ولكن مين ديوال بعد 3 أيام من دننا من جهنم. المهم يولي أريحني، النصارى نارغورنا يولي أريحني عيسى عليه السلام. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبره موجود إلى يومنا هذا، ويولي أريحني يموت ذا في القاعة ودفن في الأرض. إذا النقطة الجروث الدفن وهي 11. إذا عيسى عليه السلام لم يدفن في القاعة، أما موسى دفن في ذي أرض مؤاب، موسى عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته الذي مات فيه وهو المسجد النبوي الشريف كي الحج. ذي القاعدة لا أزكينز أشحال لنا النقاط 11 تنقيضين أسوالي أميش أنوي تمشابين ثقيل هذا القوة نعم كنا ندخل 3 ما تتفضيون كي فوق الدين يكشم الدين المسيحي السكة ثقيل السيدة وسيك سوي السيدة ثلاثة في البشارة أثنى موسى تدش سينا ربي إذا تتنا أبج يعيون النبي مطروحه يكي تمشابين يكتشيني والنبي يجي أذيني من وسط إخوتهم. العلماء يريون جون وسط إخوتهم، وكان سي السلالة من بنو إسرائيل من إخوانهم من وسط إخوتهم أم زنا يونا يعيشون يراون ذي ولكن يفعل شوية أنواث
إسماعيل عليه السلام. الجهة من العمومة من وسط